النهارده بقى قلت اعمل معاكم كعب الغزال، ومن كيلو الا ربع من الدقيق عملت 2 كيلو 400 جرام من كعب الغزال. هيطلع معاكي ناعم خالص من جوه ومقرمش من بره. والفيديو كامل هتلاقيه على القناه. ولو عجبك الفيديو يا ست الكل اعملي اعجاب حلو منك واشتراك للقناه. تعالوا نشوف الطريقه. 3 معالق كبار من السكر وعليهم كيس من الخميره الفوريه وعليهم كوبايه ميه وتقلبيهم كويس واركنيهم على جنب لغايه ما نحضر باقي المكونات. كيلو الا ربع من الدقيق وعليهم كمان نص معلقه صغيره من الملح وكيس من الكيك شيف وربع معلقه صغيره من الفانيليا. قلبناهم كويس. بعد ما بتقلبيهم كويس هتضيفي نص كوبايه من الزيت وكوبايه من السمنه وتبتدي تبسي الدقيق لغايه ما يشرب السمنه والزيت. وليه عملت ميكس بين السمنه والزيت؟ عشان يطلع معاكي كعب الغزال مقرمش خالص من بره وناعم خالص من جوه. بعد كده هنضيف الخميره وهنضيف كمان معلقه كبيره من الخل ونص كوبايه ميه ونبتدي نعجنها بس لغايه ما تشرب السوائل. وبعد ما تشرب السوائل سيبيها بقى وغطيها لمده 20 دقيقه. بعد 20 دقيقه هتلاقيها حجمها اتضاعف. بعد كده عندنا العجوه بتاعتنا كيلو الا ربع، حطينا عليها معلقه من السمن وابتديت اعجنها كويس لغايه ما شربت السمنه. العجوه بقت طريه معايا. جبت كيس من اكياس التلاجة وابتديت افردها كده على مقاس العجينه اللي انا هفردها. بعد 20 دقيقه العجينه اختمرت زي ما انتم شايفين وارتاحت. الجو حار فما خدتش غير 20 دقيقه. بعد كده تجيبي بقى قطعه من العجينه وتبتدي تفرديها على شكل مستطيل. ولازم العجينه تكون السمك بتاعها سنتي، بيبقى حلو جدا. هتبتدي بقى تجيبي العجوه عليها، ولو في زياده في العجوه تشيليها ولو في زياده في العجينه تشيليها. بعد كده لفيها، وبعد ما بتلفيها الشكل دوت بتروحي مقفلاها كويس من تحت. وبعد كده بقى بتجيبي السكينه وتقطعيها، وممكن كمان تقطعيها بالخيط. بعد ما بتقطعي كل الكميه بتحطيها في عسل اسود، وبعد كده بتحطيها في سمسم، وبعد كده بتحطيها في صاج مدهون بدهنه زيت صغيره. انا عاوزه كمان اوريكم الخيط. شايفين لما بقطعها بالخيط سهله جدا. بعد ما بحطها بقى في الصاج بسيبها لمده 20 دقيقه، وبعد كده بدخلها فرن ساخن على درجه حراره 180. بعد كده بتسيبيها 18 دقيقه على الرف الاوسط. طلعيها وهتكون واخده اللون الذهبي القمر ده. هيطلع معاكي طعمه حلو جدا ومقرمش خالص من بره وناعم من جوه، وبجد فعلا مقدمه.